ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا جدا. يلا بينا نعمل أكلة جميلة وخفيفة وظريفة لولادنا وحبايبنا، وتبقى بسيطة كده نفرح بيها. انا هنا كنت عاملة مكرونة وجنبيها لحمة محمرة والشوربة بتاعة اللحمة، وطبق المكرونة الفاتح ده طبعا علشان ايه اللي ما بيحبش المكرونة بالصلصة. انا هنا شوحت اللحمة بتاعتي، عندي 1.5 كيلو لحمة شوحته، نزلت عليه بالمية من الكتل، مية تبقى سخنة بتغلي، مع فصين من الحبهان وفصين من القرنفل ومعلقة كزبرة ناعمة، والمية تبقى سخنة وبتغلي، عشان اللحمة بتاعتي كنت بشوحها، فمش بعد ما تبقى سخنت ارجع تاني احط لها مية باردة هتبقى مشكلة. تعالوا بقى هنا في الحلة التانية دي، انا فرمت بصلاية ومعاها فصين توم وشوية كزبرة ناعمة، وهنا بقى هبقى احط الملح براحتي خالص، زي ما اتفقنا اللحمة منحطش عليها الملح الا في الاخر. انتوا عايزين انتوا بقى بقيتوا ايه عارفين وحافظين التركات ديت. هنا بقى فرمت الطماطم بتاعتي فرما مبرحا. طبعا انا عندي الخلاط يعني بيقومها بالعافية كده، بس ايه برضو بيفرم الطماطم. ننزل بقى بالطماطم بتاعتنا كده على البصل بعد ما دبنا البصلة بتاعتنا، مش عايزة البصلة تاخد لون. نرش بقى الملح بتاعنا كده، واول ما يشقشق معانا الطماطم ولونها يتغير ننزل عليها بشوية الفلفل الاسود اللي بيطعم الاكلة بتاعتنا. المكرونة برضو بتحب الفلفل الاسود يبقى كتير شوية. ويلا نسلق بقى المكرونة بتاعتنا. وعقبال ما نسلق المكرونة انا هنا حمرت اللحمة بتاعتي، حمرت على قدي كده اهوت شوية انا والولاد. وعقبال ما المكرونة بقى تتسلق معايا انا كده خلاص، حتى الصلصة طفيت عليها. المكرونة بقى لما تخلص ان شاء الله نصفيها وننزلها على الصلصة. ولحد ما نعمل ده تعالوا نشرب فنجان قهوة كده يظبط الدماغ. يلا بصوا القهوة حلوة ازاي، ونصبها بقى كده ونروح نقعد في التكييف شوية برا نشربها كده بمزاج لحد ما المكرونة بتاعتنا تتسلق. هي ما بتاخدش غير حوالي 9 دقايق بس في السليق. نشرب قهوتنا ونقدم طبختنا. ايه رأيكم؟ يا رب الاكله تكون عجبتكم. اللي وصل لهنا ما تنسوش اللايك والشير، الكومنتات الحلوه قوي اللي بتفرحني. ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس. واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله على خير بفيديو جديد، ومع الف سلام.